السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني قوي. ورجعنا النهارده بفيديو جديد. حبيت كده ان انا اعمل لكم جولة في الارض كده والجنينة عشان اوريكم الطبيعة. كنت قاعدة كده وعايزة اعمل فيديو، بصراحة مش عارفة اعمل فيديو عن ايه، فحبيت ان انا اعمل جولة كده معاكم واخدكم برضه عند الطيور. ان شاء الله الفيديو كده يعجبكم. نتكلم شوية عن موضوع مهم جدا عايزه اخد رايكم فيه. تمام. فحابه اوريكم كده الاشجار بتاعتنا والجمال والطبيعه وكل حاجه حلوه. عايزه اعرفكم بقى على الاشجار بتاعتنا. ده شجره البشمله. اللي عاوزين تعرفوا البشمله، هي بتبقى شبه البلح الاصفر كده، وبتتقشر وبتتاكل. ودي شجره الباباز. دي بقى شجره الخوخ، ده خوخ بلدي. ودي عنبايه، بس ايه، عايزه بقى نعمل لها تكعيبه لانها ايه، ملهاش مكان تطلع عليه. عايزين نعمل لها تكعيبه كده من الجدار ده لهنا كده، وان شاء الله نعمل في المكان ده مطبخ. ايه رأيكم بقى؟ نعمل هنا مطبخ في الحتة دي كده على الكانون، ونستغل الجزء ده كده ان احنا نحط مثلا فيه ترابيزة، نعمل فيه ديكور كده. هنا كده المكان ده، شايفين؟ نعمل هنا ديكور وسط دي الجنينة بتاعة البيت، نزرع فيها خيار. تعالوا كده ونشوف مع بعض الخيار اهوت. نجيب خيار مع بعض، خيار، طماطم، فلفل، بتنجان، كل حاجة. وزارعين بين كل 3 متر و3 متر أشجار فاكهة. هنا تين، هنا تين اهوت، وهدا خوخ. 3 شجرات خوخ على مسافات متساوية. الجو حر، فالزراعة بتموت حرفيا. شايفين؟ ده خيار اهوت. هنا كده تعالوا اوريكم العنب. ان شاء الله بصوا، اللهم بارك. شايفين؟ شايفين؟ اللهم بارك. ده نوع تاني من العنب، اللي هو العنب الاحمر. حبيته حمرا بس جميل قوي. شايفين؟ اللهم بارك. انا وريتكم الحاجات دي قبل كده بس ما كانتش لسه ايه، طرحت في اول القناه. شايفين؟ منظر تحفه. تعالوا كده واوريكم بقى ارض الرز. دي شجره الزيتون، عشان هي كانت طرحه السنه اللي فاتت، فالسنه دي هي ما فيهاش طرح، بسيط خالص. شايفين؟ قليل جدا لو لقيتوا فيها زيتون. بصوا، لو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا حطوا لايك كده واعملوا اشتراك للقناه. دي بقى كده ارض الرز، والتراب دي اول عين فيها حماتي الله يرحمها. متنسوش تدعوا لها بالرحمه والمغفره في التعليقات، ربنا يرحمها يا رب. شايفين بقى اجواء الطبيعه. دي شجره التين اهي، فيها طرحه اهوت، بس طبعا لسه ما استواش. وهناك اهو شجره الليمون، تعالى اوريكم الليمون. وده الذره، الذره المشوي اللي بتاكلوه من الافران. شوفوا شجرة الليمون، اللهم بارك، بس لسه بقى ايه، اخضر في بدايته كده. الليمونة ما شاء الله حجمها بيبقى كبير وبيبقى فيها مية، بس ايه، عشان هي لسه ما استوتش فلسه فيها لسه خضرة يعني. شايفين؟ هنا لسه عنب اهوت. انا موريتكوش كل شجر العنب، اللهم بارك. شوفوا العصافير واكلينه. وده قصب. والشجرة الصغيرة اللي هناك دي شجرة بتاع ياسوفندي يا برتقال، بس هي لسه صغيرة ما طرحتش اهي. شايفين؟ ما شاء الله اجواء تحفة. العنب بصراحة اللي يجنن. العنقود ده اصفر وطيب اهو، ما شاء الله جميل. شايفين بقى الكوسة دي؟ ما شاء الله اللهم بارك. عايزين بقى نعمل مطبخ في المكان ده. هنا كده بامية، خط بامية. ودي شجرة الكاكا. استنوا، هي فيها طرح كاكا، كان فيها راح فين؟ اتسرق ولا ايه؟ اهي دي شجرة كاكا اهي. دي بقى شجرة التفاح، تفاحة اهيت. كان فيها كتير بس عشان الشجرة ضعيفة لسه. شايفين الساق بتاعها؟ الشجرة ضعيفة لسه، وقعت الطرح بتاعها، ما بتقدرش ان هي تطيبه. هنا بقى عندنا بقى قسم التوابل. وده هنا روزماري، تمام. ده ورق لوري او ورق اغار. وده زعتر، بس ايه، الشجرة بتاعتها لسه صغنطوطة.
فده بقى المكان قدام البيت كده، قدام البوابة اللي عايزين نعمل فيه الكانون. انا حابة اعمله كده في الفيو ده، هيبقى تحفة صح؟ انتوا اقترحوا عليا اعمله هنا في الفيو ده ولا اعمله في الفيو ده عند الخوخ ولا عند النخلة؟ اقترحوا عليا كده وقولوا لي في التعليقات. تعالوا بقى نروح عند الفراخ بتاعتنا البلدي اوريها لكم. بصوا عندنا ده جزء من الجنينة، في جزء تاني من الجنينة هناك اهوت اوريه لكم اهو. شايفين اللي عند البامية ده بقى فيه بتنجان وفلفل، فيه خيرات ربنا ما شاء الله. هوريه لكم بس في فيديو تاني. بصوا كده ده الفيو قدام البيت، قدام البوابة هناك كده ريان وبراء قاعدين ورامي العجلة، بس طبعا كل ده عايز يتنضف. الحاجات دي كلها تتشال، والشكاير والعلب وكل ده نمسكه كده ننضفه، وان شاء الله في المستقبل هنعملها انترلوك. هنعمل بقى ايه الكانون هنا، ونقعد كده في الوقت ده في العصاري كده نعمل الغدا، هيبقى تحفة بجد. تعالوا بقى نروح عند الفراخ اوريكم بقى الفراخ بتاعتنا. بصوا دلوقتي انا داخله عند الفراخ، هما في بير السلم. شايفين انا كنت حاطه لهم الاكل امبارح، بهدلوا الدنيا وقعوه على الارض. حاطه لهم هنا وقعوا، بصوا ومستخبين مني جوه. لو حطيت لهم دلوقتي اكل هنا هتلاقوهم جايين يجروا ما شاء الله. دي فراخ بلدي، انا ما كنتش مش شاريه الفراخ دي، ما شاء الله فيهم شويه ديوك حلوين اللهم بارك قالوا ما شاء الله. هم قاعدين كده مستخبين مني، لما لقوني رايحه عندهم دخلوا كده في اخر المكان. هما تحتهم برضو يعني ناشف، مش وحش. ادي الفلاش بس عشان ينور لكم اكتر. فهما ايه كده دخلوا جوه كده واستخبوا. الفراخ ديت كان عندي فرخه من الفراخ الكبيره، الفراخ البلدي اللي بتبيض عايزه ترقد على البيض، فجبت لها بيض من تحتهم من الفراخ التانية، وقمت ايه منيمه الفرخه على البيض. طلعت لي ما شاء الله حوالي 15 فرخ. فاكلتهم بقى عليقه ناعمه اللي هو البادي. انا باكل نوع العناني، بصراحه النوع ده ممتاز جدا في تربيه الطيور، عندي تحفه. فباكلهم البادي ده لمده شهر. الفراخ البلدي باكلها البادي لمده شهر عشان بيكون بروتينه اعلى، وبعد كده باكلهم بقى كمان شهر عليقه اللي هو النامي اللي هو الخشن او المحبب. وبعد الشهر ببدأ أعمل لهم خلطة كده ميكس من بين العليقة مع الدشيشة مع الرز مع العيش. فعايزة أقول لكم إن الميكس ده حلو جدا، بيكبر حجم الفرخة وما بيسمنهاش، بيكبر حجمها ومش بيسمنها، وفيه بروتين عالي لأن الدشيشة صفرة فبروتينها عالي. تمام. وجوعوا الطيرة، كل ما هتجوعيها كل ما تحط لها هتاكل تملى حصلتها، لكن ما تعطشهاش، خلي دايما المية موجودة قدامهم. هتسيبهم بقى بيبيضوا على قد ايه؟ بيبيضوا على من 4 شهور ونص ل5 شهور، هيبدأوا يبشروا معاكي بيض. شراهم شرا البيض أصعب بكتير إنك تربي. لو عندك مكان حتى لو ضيق زي ده تقدروا تربي فيه حتى لو 10 فرخات. الديوك لما بيكبروا مش بسيبهم، بسيب ديك واحد مع الفراخ والباقي بذبحهم. بس كده، ده كل حاجة قلتها لكم عن الفراخ. طبعا ما تنسيش برضو تعملي لهم الوصفات الطبيعية، شوية توم على شوية بصل على شوية خل كده، وحطوا لهم مرة شوية عسل مع خميرة، مرة شوية عسل أسمر لوحدهم. العسل الأسمر مع خميرة أو عسل أسمر لوحده. تمام. شوية توم كده قطعهم ورموهم في المية، حط لهم. ده كلها مضادات طبيعية حلوة جدا ليهم، هتحفظهم وتحافظ على صحة الطيرة معاكي من غير ما تشتري بقى فاتح شهية، من غير ما تشتري أي حاجة تانية. العسل فاتح شهية قوي جدا. أول يوم تجيبوه، أول يوم تستقبلي الفراخ بتاعتك تحط لهم معلقة سكر في المية بس. ده كل اللي انتي عليك انك تعمليه. يا رب كده اكون افدتكم في الفيديو، وتكونوا استمتعتوا معانا في جولة في الطبيعة مع تربية الفراخ البلدي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ولو عايزين اي فيديو او اي وصفة اكتبوا لي في التعليقات عايزين الفيديو الجاي يكون عبارة عن ايه. اشوفكم على خير يا احلى اخوات، وفي رعاية الله وحفظه، مع السلامة.